السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية قتل القمل في المنام. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم وتنسوا تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. رؤية قتل القمل في المنام كما ورد عن تفسيرات الإمام ابن سيرين، قال إن في تفسيرات كتير وتفسيرات مختلفة، بتختلف باختلاف سياق الحلم أو الرؤية، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن معظم أو في معظم الحالات بتكون دليل على الشفاء من المرض، ويعتبر قتل الأمل في المنام دليل على تخلص من مرض نفسي أو جسدي أو روحاني، خاصة إذا كان الأمل بيؤذي صاحب الرؤية وصاحب الرؤية ضربه أو قتله وتخلص منه. كمان رؤية قتل الأمل في المنام دليل على تجاوز الرائي للمشاكل والهموم واللي كانت بتأرقه وكانت مضايقاه وبتعوق حياته. فقتل الأمل هنا دليل على قتل الأذى وقتل المشاكل وقتل الخلافات أو الهموم بتاعة الرائي عامة. كمان رؤية قتل الأمن في المنام بتدل على تحقيق انتصارات على حاسد أو حاقد أو أعداء. ولو شاف الرائي إن هو بيشعر بأن الأمن يمثلوا أشخاص مزعجين ليه أو حاقدين ليه، فإن وكان قتلهم، فده بيرمز على التغلب عليهم والابتعاد عنهم. كمان حابة أقول إن قتل الأمل في المنام دليل على خروج الحسد من جسد الرائي، أو الضرر اللي كان مسببه للآخرين من جسد الرائي. كمان رؤية قتل الأمل في المنام في بعض التفسيرات بتدل على ندم الرائي على فعل قام به في الواقع، خصوصا لو كان بيشعر بالحزن أو التردد أثناء قتل الأمل في الحلم. وفي بعض الأحيان أو في بعض التفسيرات قالوا إن قتل الأمل في المنام رمز لانتهاء فترة من الضيق والفقر أو يعني الضيقة المالية، وبداية لفترة جديدة أفضل. والمديون اللي بيشوف في منامه قتل الأمل في المنام، فده دليل على قضاء دينه، وإن هو إن شاء الله الفترة القادمة هتكون فترة خير ورزق بأمر الله تعالى، وسداد لدينه وسعة رزق، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.